انضم إلينا الآن من لندن دكتور علي إسماعيل عزيز الاستشاري في العناية المركزة في مستشفى إذا نيوهام الجامعي. دكتور علي أهلا بك على فرانس 24. ربما الكل يتساءل دكتور بشأن هذه السلالة الجديدة لفيروس كورونا، هل هو بالتالي تحول في تركيبة السلالة الأصلية؟ وما مدى ارتباط الارتفاع في الإصابات بهذه السلالة الجديدة في بريطانيا؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. الحقيقة هي معلومة مهمة جدا لازم واحد ينتبه لها، أنه هو مو فيروس جديد. من عادة الفيروسز أنه تغير من شكلها أو تغير من الترتيبات الجينية من أجل الانتقال. يعني احنا لو نتابع فيروس كورونا بالذات، انه من انطلاقها لحد يومنا هذا كانت هناك 6 سلالات، وكل سلاله تنتج انه جديد، انه تقضي على السلاله القديمه من اجل تحوير نفسها. وهاي من عاده الفيروسز اللي هي RNA، واللي هو طبعا الكورونا واحد منهم. السلاله الجديده انه صحيح التغيير ادى الى انه نسبه انتشار وانتقال اسرع في لندن والمدن المجاوره، لكن انه لحد الان لم يثبت انه السلاله الجديده انه تولد امراض اقسى او انه المضاعفات اقسى من السلالات السابقه. دكتور علي، بالتالي ربما ننتظر ربما أن تكون هناك دراسات علمية جديدة بشأن هذه السلالة الجديدة لفيروس كورونا. يبدو أن هذه السلالة ظهرت في سبتمبر ونحن لا نعلم عنها الآن. بالتالي سؤالي، هل تغير هذه السلالة الجديدة المرض، أم ربما كما قال وزير الصحة البريطاني قد تكون ربما تنتشر بكثرة لكنها قد تكون أقل فتكا؟ هل تؤيدون هذا الطرح؟ نعم، انه هو بالمناسبه انه هو اكتشف اكثر من شهرين، والاصابات ازدادت يعني خلال هذه الفتره، لكن انه ما لاحظنا من خلال عملنا يعني حتى يعني بالمستشفى اللي اشتغل بها هي بمنطقه يعني نسبه الاصابات جدا عاليه، ما لاحظنا انه الاصابات كانت اقصى مقارنه بالفيروس الاخر. يعني هو مو فيروس جديد، هو نفس الفيروس انما السلاله الاخرى. لذلك انه نعتقد انه راح يكون بنفس المنوال، لكن الشيء المخوف انه درجة الانتشار بالنسبة للتغيير الجديد بالفيروس أسرع من السلالات السابقة، مما يولد أنه الإصابات تكون أكثر. لكن هل لدينا مؤشرات عن مدى خطورة هذه السلالة الجديدة؟ نعلم أنه ليس فيروس جديد ولكن سلالة جديدة، هذا معلوم ومفهوم جيدا، لكن هل لدينا مؤشرات ومعلومات عن مدى يعني فتك هذه السلالة الجديدة؟ لحد الآن لا يوجد أي دليل، سواء دليل عملي أو دليل علمي، أنه السلالة الجديدة أخطر أو أفتك من السلالات الأخرى. جزيل الشكر لك من لندن دكتور علي إسماعيل عزيز الاستشاري العناية المركزة في مستشفى نيوهام الجامعي، شكرا جزيلا لك.